يا خيبتنا، بيسجل الهدف الاول لاوزبكستان وسط 5 والمهاجم واخد كارت عدي ومحدش هيكلمك. ما اتفرجتش على مباراة المنتخب المصري النهارده، فاحب اقول لك احسن لك، لانك لو كنت اتفرجت كان جالك جلطه. ما دام انت ما اتفرجتش تعالى اقول لك على نتائج مباراة النهارده للمنتخب المصري. المنتخب المصري النهارده كان بيلعب 3 مباريات. المباراة الاولى كانت الساعة 3 بتاعة المنتخب المصري تحت 17 سنة، والحمد لله خسرنا من سويسرا 3-1 في دور ال 32، والحمد لله ان احنا خسرنا من سويسرا 3-1 بس. الحمد لله اصلا ان احنا صعدنا من دور المجموعات، لان احنا اصلا ما شاركناش في البطولة دي من سنة 1997، كان ساعتها عندي سنة واحدة، فالحمد لله ان احنا صعدنا من دور المجموعات اصلا. بالنسبة بقى للمنتخب الثاني، والمنتخب الثاني ده هو المنتخب الوحيد اللي رفع راسنا. الحمد لله قدرنا نكسب الجزائر 3-2 تحت قيادة مين؟ الكابتن حلمي طولان، لان احنا عندنا لعيبة رجالة بامانة عايزة تعمل حاجة، رايحة المباراة علشان تكسب، والجزائر فيها شوية لعيبة بسم الله ما شاء الله عليهم. تحس ان ده المنتخب الاول مش المنتخب الثاني بامانة. عملوا ماتش عالمي، كان هم يسجلوا الهدف الاول واحنا نتعادل معاهم، يسجلوا الهدف الثاني واحنا نتعادل معاهم، بس الحمد لله قدرنا نسجل هدف الفوز وكسبنا 3-2 على الجزائر. بالنسبه بقى للكارثه في مباراه المنتخب الاول تحت قياده الكابتن حسام حسن، وخسرنا 2-0 من اوزبكستان. كان بيقولوا اوزبكستان فريق سهل وهنكسبه. سهل ايه يا صاحبي؟ ده في اول دقيقتين سجلوا علينا الهدف الاول، والهدف الاول جه ازاي؟ مهاجم اوزبكستان وسط 5 من مدافعين المنتخب المصري وعدى ال5 سجل الهدف الاول لاوزبكستان، والهدف الثاني دخل على الحارس رقص الحارس وسجل الهدف الثاني، وكانوا قادرين يجيبوا الثالث والرابع، بس لقوا ان المنتخب المصري على قده ما رضوش يحرجونا في الامارات وما رضوش يحرجونا في بطوله العين الدوليه الوديه. فبكده احنا هنلعب مع الراس الاخضر يوم 17 ان شاء الله، وبرضه هنتغلب من الراس الاخضر، لان المنتخب بتاعنا عره وزي الزفت. بدانا بتشكيله زي الزفت، راح يلعب لي مروان عثمان في نص الملعب. هو عشان جاب هدف في النادي الاهلي خلاص، ولا عشان اسمه اوتاكا؟ وحياة ابوكم ابداوا بتشكيله كويسه عشان شكلنا بقى وحش قوي 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 قدام الناس كلها. امانه ده منتخب ممكن يروح ياخد افريقيا او يعمل حاجه في كاس العالم، يبقى قابلونا. احنا كنا مسخره قصاد اوزبكستان. وحد يقول لي يا جدعان هو محمد صلاح كان فين؟ عشان ما شفتوش طول الماتش. بس كده، يلا سلام.